السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا رحت فتح الله، جبت شويه حاجات. حبيت اقول لكم ايه العروض واقول لكم ايه الاسعار وكده. طبعا انا مش معايا الرصيد للاسف. مش لاقياه يعني. تقريبا وقع مني. بس أنا تقريبا عارفه اسعار الحاجه وكده. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو، وما تنسوش اللايك. انا جبت ملح. الملح ده الكيس ب2 جنيه الا ربع. ده الحجم الكبير وكده، ده بيبقى حلو جدا. وجبت كمان دقيق. هو تقريبا اهو، انا بحاول اوريكم هو كام جرام. هو تقريبا 900. وجبت كيكة دريم الجاهزة دي برضو بالبرتقال، حلوة قوي. دي كانت ب15 جنيه، كان عاملين عليها عرض، هي ب20. وجبت فانيليا وبيكنج باودر. وجبت الشاي اللي هو احمد تي ده بالخوخ. ده تحفة، انا بصراحة بحبه جدا جدا. هو ب35. وجبت جيلي دريم بالفراولة. ده ب10 جنيه. وده جيلي بالمشمش. الواحدة ب5. وجبت نشا برضو دريم، انا بحبه جدا بصراحة، حاجات دريم كلها حلوة. وجبت الدقيق الصقر ده ب7 جنيه. وسكر كمان. ودقيق ريحانة، دقيق ريحانة ب11. والسكر الريحانة ده ب8. وجبت الضحى، انا بحب انوع يعني، ما بحبش اجيب من كل حاجة. وسكر تاني مش عارفة ده اسمه ايه، الوالي باين. ومكرونة روجينا، السكر ده برضو ب8. الروجينا الكيس كان ب8. وايطاليانو كان ب7 جنيه. والكيلو كان ب16 تقريبا الروجينا. جبت منه الاقلام الكيلوهات دي. طبعا زي ما انا قلتلكوا. وده خل هاينز ده برضو كان عليه عرض. هو الازازة لوحده ب9 جنيه، لكن من الاتنين مع بعض كانوا عاملين تقريبا 16. وجبت كمان زبادي وجبت لبن. الزبادي ده ب5 جنيه الواحدة، عاملين عليها عرض. الاتنين مع بعض ب8.5. واللبن الجهينة اللتر ونص ب18 جنيه بدل 22. طبعا اتأكدي من الاكس بار او تاريخ الانتاج يعني بتاعه. كان لسه فاضل عليه كام شهر. وكمان العدس هناك حلو قوي. ده كان ب14 جنيه. بس العدس ما شاء الله كان حلو قوي. انا مش فكرة عرض، بس هو حلو بجد، انا بجيبه دايما من هناك. وجبت كمان شوية منظفات. جبت الكلور جل ده طبعا حياتي وروحي، ما بستغناش عنه. وجبت صابون البلموليف ده، جبت باكيتتين. الواحدة ب12.5 الصابونة. صابون بلموليف ده تحفة بصراحة. بتقعد كتير على الحوض الصابونة، وحلوة جدا. كلور الجل ده بكام؟ ده ب18 جنيه. ده ما كانش عليه عرض. وده سيجنال 2 عليه عرض. كان ب17 وعليه واحدة هدية صغيرة. وده كمان كان عليه عرض. ده ب55 جنيه الاريال اللي هو الكورة ده. برضو حلو جدا.
ده كنت جايباه بالدوني. بصوا العلبة صعبة فتحها ازاي. هقول لكم بقى على طريقة سهلة تفتحوها بيها. هوريكم في العلبة التانية اللي بيجيب الاريال ده، هقولك تفتحيه ازاي. بصوا الكورة اهي، شايفين الكليبستين دول؟ انا بشيل كده الستيكر وبدوس عليهم، تضغطي عليها لجوه كده بتروح عاملة تكة كده، خلاص هي كده اتفتحت. بصراحة الكورة اصلا بتحطيها بتخلي الغسيل تحفة. وده كلور الوان، وده جنرال، وجبت بانش كمان. كانوا عاملين بقى عرض على التلاتة دول ب50 جنيه، لكن الكلور لوحده ما كانش معمول عليه عرض. انا جبت كده وجبت كده. والفانش ده انا جبته، كانوا عاملين، بصوا هي الازازة لوحديها ب50 جنيه، لكن الاتنين مع بعض كانوا ب80 جنيه. وده فيري بتاع الاطباق 18 كبسولة هو، آه، ده ب85 جنيه. كانوا عاملين عليه عرض برضو ب50. وده برضو فانش، برضو كانوا عاملين عليه عرض آه، بتاع غسالة الأطباق برضو. ده شامبو بانتين، جبت شامبو وبلسم. كان البلسم كان في منه 450 وفي 600 ملي. ال600 كانوا ب50، ال450 كان ب36 جنيه. وده طبعا مناديل زينة كان عليه عرض برضو ب30 جنيه. ده حلو جدا جدا وريحته خوخ تحفة. والاريال ده برضو كان ب60. ده اريال جل بالدوني، ده برضو حلو جدا. انا ما بقالي سنين ما بجيبش الاريال باودر. بصراحة الكبسول والجل ده احلى بمراحل، وبيغنيكي كمان عن الدوني. انا كنت لما بستعمل البودر كنت بضطر احط دوني علشان ريحة الغسيل ما كانتش بتبقى حلوة. دي كانت المنظفات اللي انا جبتها، لان انا بصراحة عندي كتير. وجبت كمان عرض التونة ده 4 مع بعض ومعاهم علبة زيت زيتون. بكام؟ ب81 82 جنيه. دي قطعة واحدة اهي، 4 علب 200 جرام، ومعاهم ازازة زيت زيتون هدايا زي ما قلتلكوا ربع كيلو. طبعا الماركة اللي هي وادي فود دي حلوة قوي، بجيب منها دايما الخل وكده، حاجتهم بتبقى حلوة. والتونة طبعا سانشاين اللي هي البرتقاني دي اللي هي قطعة واحدة. بصوا التاريخ بتاعها اهو، لمدة 2023. ده برضو جايباه من فتح الله. جبت كمان زيت بلانكا، ده 5 لتر، بجيبه بس من فتح الله، مفيش حد بيبيعه غيره على فكرة. فتح الله ملوش غير فرع واحد في عمارات العبور وعند كوبري الفنجري، وتقريبا في فرع تاني في حلمية زيتون بس انا مش متأكدة. كانوا الناس بتقول عليه، مش متأكدة اذا كان فتح ولا لأ. بصوا ده انتاج من اوكرانيا، ده سعره 105، ده 5 لتر، وزيت عباد، وطبعا مش مصري ونجيف جدا جدا يا جماعة. وجبت كمان الشباشب دي، ده ب25. انا عن نفسي ده اصلا رجالي، بس انا جبته لنفسي شكله عجبني. وده برضو رجالي، ده ب40.
ده اللي هو نايك ده. وده جبته القطة وبطة ولاد اختي، انتوا عارفينهم طبعا. شكلهم حلو قوي، جينز كده شكلهم حلو قوي برضو، ب25 تقريبا او ب23 حاجة كده يعني. وجبت بسطرمة الكيلو هناك ب116، لا 118. اللون طبعا في الكاميرا غامق، هي لونها احمر من كده. وده جبنة موتزاريلا الكيلو ب50 جنيه، دي سايبة. انا طبعا بقسمها زي ما انت حابة بقى، قسميها ارباع انصاص زي ما انت حابة. بصوا انا بوريكم ان الكيلو ب50 جنيه اهو. والبسطرمة زي ما قلتلكوا ب118. وجبت منه جبنة بيضة بالفلفل، دي الكيلو منها ب42 اهي، سعر الكيلو. ودي جبنة بالزيتون، الكيلو بتاعها ب25. حلوة قوي الجبنة دي برضو. في جبنة كيري سايبة بس مش بتعجبني الصراحة، في كذا انواع جبن هناك سايبة وسعرها رخيص. تعالوا بقى نرتب الحاجات شوية اللي احنا جبناها. بصوا انا جبت الحاجات دي، الخلطات اللي انا بستعملها حطيتها في العلبة دي اللي انا كنت قايله لكم عليها قبل كده، ان انا بحط فيها الخلطات اللي انا بجيبها الجاهزة دي. هحطها كده اهو، انا بحب اخليها في علبة عشان ما اقعدش ادور عليها. طبعا نورة العسل حطيت لي كريم شانتيه هنا بس انا. وكمان الضرفة بتاعه المشروبات والحاجات دي بصوا كانت ملخبطة، كانت مرصوصة بس مش ما فيهاش منظمات ولا اي حاجة، فقلت بقى انظمها معاكم كده ربما حد ياخد اي فكرة مني. اول حاجة كده بصراحة لما بتكون مترتبة الواحد ما بيقعدش يلخبط الدنيا، بتشدي كده المنظم بيبقى فيه كل حاجة وتجيبيها بسهولة. وخصوصا كمان المطابخ الصغيرة. هحط كده، انا حطيت الكيكة والزلابية. الزلابية دي جاهزة لسه انا ما جربتهاش، هقول لكم عليها. ودي الكيكة دي كنت جايباها من ماي واي. وده شاي. طبعا مش هنخلي الحتة الفاضية دي كده، لازم نستغلها طبعا. هحط كده الجيلي معاهم. طبعا ما تحطيش اي حاجة تكرف مع بعضيها، الحاجات دي كلها ما بتكرفش، ما فيهاش حاجة يعني. طبعا انا شلت الباكت الكريم جانتيه من عند الخلطات طبعا عشان ما يكرفش منه. دي نورة اللي حطيته النصحة، انتوا عارفين طبعا الاطفال بقى مش بيبقوا فاهمين يعني. حطيت كده الجيلي. طبعا الحتة دي فاضية برضه مش هسيبها فاضية، هحط فيها البيكنج باودر. هحط البن مش هلاقيله مكان فهشيله واحط البيكنج باودر. ده طبعا شاي زي ما قلتلكوا، الشاي ده حلو قوي على فكرة. بيكنج باودر دريم ده حلو جدا زي النشا. في نشا برضو طالع اسمه ريحانة، حلو برضو زي الدقيق كده. ريحانة اللي انا بستعمله في المخبوزات ده حلو. اي بقى مكان ما تسيبيهوش فاضي كده لازم تستغليه يعني. بصوا بقى كده الدنيا احسن، الحاجة مرصوصة اهي. تعالوا بقى نكمل المنظمات التانية. عرفتوا بقى انا بجيب بلاستيكات كتيرة اهي. اهو شفتوا بقى المنظمات دي بنعوزها ولا لا؟ عشان محدش يقولي انت بتجيبي بلاستيكات كتير، احسن ناس كتير قوي زعلانة مني. طبعا هحطهم جنب بعض مش هيجوا، فهحطهم كده واحط معاهم علبة الكاكاو. وحطيت هنا البن. انا طبعا المشكلة عندي المكان صغير زي ما قلتلكوا، ربنا يوسع عليا وعليكم يا رب. فبحاول استغل المكان في اي حاجة.
لقيت كده علبة الكاكاو طويلة، فحطيتها ورا، وحطيت بقية الجيلي هنا. وده شاي بالقرفة والتفاح، وده شاي بالخوخ حبيبي احمد تي اللي انا بحبه. وده كركديه، وده قرفة. دي قرفة بالجنزبيل، وده ينسون. بص بقى الدنيا كده احسن ازاي، احسن ما كانت الضرفة كلها متلخبطة على بعضيها. ده برضو شاي بالقرفة. بص المنظمات نظمت لي الدنيا احسن بكتير ازاي. يلا كمان نفضي بقى شوية من المكرونات. بصراحة المنظمات دي حلوة جدا جدا، يعني اختراع بجد. تحس ان الدنيا رايقة بدل ما الاكياس بتقع منك المكرونة، وفي الصيف كمان بيسوس وكده. بحط بقى الرز كده. طبعا لو انتي بتستخدمي نوعين رز وبتفضيهم في حاجة، حاولي تكتبي على كل واحد منهم الاسم بتاع الرز عشان تبقي عارفة العلبة دي فيها ايه والعلبة دي فيها ايه، عشان انا ساعات كنت بغلط وبعمل كده. طبعا نورة مش سايباني، انتوا عارفين طبعا. انا بعتبرها زي بنتي والله، هي برضو بتحبني قوي، بتحب تصور لي جدا، عايزة تعمل قناة زي ما انا عاملة. كل شوية تقول لي يا خالته وسام علميني الطبيخ، اقول لها حاضر لما تكبري شوية اعلمك الطبيخ. دي بنت جارتي بس انا بعتبرها بنتي يعني. شوفي كده لما تعملي حاجتك في البيت على طول، في المطبخ قصدي، يعني البيت عامة، اي حاجة تبقى في المطبخ ايدك فيها هتلاقي المطبخ على طول عندك نضيف ومفيهوش اي حاجة، ما يبقاش عليكي الحاجة متكومة. واحنا كده بنفضي كمان لسان عصفور اهو. لا دي شعرية. انا عندي كذا منظم. احط كده المكرونة الاقلام دي علشان طبعا هي بتاخد مساحة، فما ايه اللي هو الطويل ده عشان ياخده. طبعا شايفين نور عملت ايه، فتحت الكيس طبعا غلط وقطعته. ما شاء الله عليها، بتعمل لي كوارث والله وانا واقفه. اعمل ايه بقى، بحبها. طبعا لو في اكياس بتبقى متبقيه مكان ما بفضي الحاجه، بقفلها كويس وحاطه سبت كده في الضرفه لبواقي الاكياس، ولما بتفضى شويه برجع افضيها. المكرونه طبعا كانت وقعت وغرقت الدنيا بس مش مشكله. دي المكرونه القواقع دي انا بحبها قوي بصراحه. روجينا هي الوحيده اللي بتعملها حلو، وايطاليانو برضو كويس بس بتعملها كبيرة، دي قواقع صغيرة عشان كده انا بحبها. فضيت كده خلاص الحاجات تقريبا، ما فاضلش غير المكرونة الصغيرة. النهاردة بقى دي كانت مشترياتنا، ونظمنا شوية في المطبخ. يا رب تكون اي حاجة من اللي قدمتها لكم النهاردة في الحلقة فادتكم باي حاجة. وما تنسوش بقى اللايك والشير، واللي ما فعلش الجرس يفعله عشان يوصلكوا كل جديد مني، واقول لكم سلام عليكم.